السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم بطبخة كمان تراثية وقديمة كتير. هي الطبخة اسمها بورانية. هلا بالبداية انا حطيت العدس على النار، استوى عندي العدس. هلا رح طفي تحته. فيكن تتحكموا بكمية الخضرة، يعني فيكن تضيفوا باذنجان اكتر من الكوسة او تحطوا كوسة اكتر من الباذنجان مثل ما انا بدي اعمل، او فيكن تحطوا نص الكمية يعني نص كوسة ونص باذنجان. وكمان البندورة بتنضاف لها بس ما بنكتر يعني. هلا بالبداية رح افرم البصلة. انا رح افرمها ناعم شوي. هلا رح افرم الباذنجان بهالطريقة هاي طبعا، ورح احطها فورا بالمي لحتى ما تسود معي الباذنجانة. انا رح افرمها شوي سميك. هلا انا ما بدي القطعة تكون كبيرة كتير، لهيك قسمتها هون نصين. هلا كمان رح نبلش فرم الكوسة. الكوسة اول شي رح اقسمها نصين هيك، كمان رح اقسمها بالنص. شايفين هيك؟ حاولوا شوي القطع تكون سميكة، لانه انا الطريقة اللي بدي اساوي فيها الطبخة تتحمل سماكة هيك، يعني بهالشكل هذا. هلا هون رح افرم الفليفلة. هلا الفليفلة مكون اختياري، اللي بيحب بيحط، حتى الالوان ما بتفرق، الموجود فيكم تحطوه. واخر شي البندورة نفرمها مكعبات وسط، لا ناعمة كتير ولا خشنة كتير. إضافة لهالمكونات اللي شايفينها، في عندي مكون كمان رئيسي بالطبخة هو اللبن. اللبن أنا رح أطبخه لحال، والخضرة بدي أطبخها لحالها. هلا رح ضيف الكوسة بالبداية لأنه الكوسة شوي قاسي. رح حركهم شوي لحالهم وغطيهم. هلا رح اضيفهم شي 5 دقايق، برجع بضيف عليهم الباذنجان بس حتى يدبل معي الكوسة شوي. هلا هيك بكفي، رح ضيف فوق الباذنجان. حركهم شوي. هيك شي بسيط. هلا رح ارجع اغطيهم شوي. هلا رح بلش جهز لللبن. عندي كيلو لبن، وعندي هون معلقة كبيرة نشا. طبعا اول شي رح شيل القشطة. هلا الباذنجان بيستوي قوام معي، فرح بلش ضيف البندورة. هلا
ما راح حركهم، راح هيكون هيك شوي بعدين بحركهم. هلا راح ارجع اغطيها وراح وطي النار تحته. تحريكة بسيطة بحيث ما تتخبص معي الخضرة، شايفين هيك. هلا هيك رح تصفي تحت الخضرة حاجتها. رح حركها بالخفاء اليدوية حتى تنعم معي اكتر وتذوب اللبن بالمي. حركها كتير منيح، ورح ضيف معلقة كبيرة نشا مليانة طبعا. رح حركها على البارد حتى ما يصير تكتلات معي بالنشا. هلا هون حطيت اللبن على النار، رح ضل حركها لحتى يغلي معي اللبن. دائما حركوها باتجاه واحد، التحريك باتجاه واحد بيعطيها لمعة بعد الطبخ، هيك بيطلع قوام اللبن حلو. كمان اذا ملاحظين انا ما ضفت ملح من البداية لانه الملح بيعطيها قوام مزرزر للبن، ضيفوه اخر الشي. هلا رح ضل حرك اللبن حتى يغلي معي. هلا هون غلي معي اللبن، رح ضيف الخضرة فوقها اللي طبخناها طبعا. بسم الله. اخر شي رح ضيف العدس. هلا في عالم بتحط حمص مسلوق كمان، انا ما بدي اضيفه. اخر شي رح ضيف الملح معلقة كبيرة لانه انا ما حطيت ملح طاول. هلا هيك استوت عندي، رح طفي تحتها. وهيك اكلتنا صارت جاهزة. لسه عندي البرغل عم يطلع منه الدخنة. هاي البورانية. ورشة نعناع عليها.